صديق الخير فالك الخير. أنا أعرف أصحاب القصة هذه. كان فيه شاب، وهذا الشاب معروف ببره بأمه، وكان شاب فقير، ما كان شاب غني. يوم من الأيام يقص لي الشاب هذا نفس القصة، يقول يوم من الأيام دخلت على أمي ولقيتها ضايق صدرها. قلت وش فيك أمه؟ عسى ما خلاف. قالت والله يا ولدي إني مستحية منك، لكن هذه فاتورة الكهرب 500 ريال، والله ما عندي أحد يسددها، والمشكلة أنه في إنذار فصل وأخاف يفصلون علينا الكهرب. الولد يقول والله ما أملك من الدنيا إلا 500 ريال في حسابي. يقول قلت له يمه طب كلمي إخواني فلان وفلان ساكنين معنا بنفس البيت، كلميهم يسددون. قالت كلمة عجيبة، قالت أنا والله ما أمون إلا عليك، ما أمون عليهم. يا سعدك إذا صارت أمك تمون عليك. ترى في بعض الأمهات تمون على عيالها، وبعضهم لا تخاف منهم لأنه لا أعطاها العطية هذا صحيح، وبعضهم تقول هات اللي في مخباتك ولا عليها. ليه؟ لأن وصلوا إلى درجة من الحب تخليها تمون عليها. أنتم كذا يا شباب، حاولوا تكونوا كذا، لأن هذا هو البر. مو بالبر أنك تنتظر تطلب، البر أنك ما تخليها تطلب أصلا، تفكر فيها قبل ما تطلب. قال هذا الشاب شوفي يما حاولي بالعيال، والله ما معي الا 500 ريال وحنا باقي على الراتب كم يوم، وهذه يعني مصروفنا. قالت خير ان شاء الله اللي تشوفه يا ولدي. طلع الولد يقول ابد ركبت سيارتي وطلعت على ركبت الخط الدائري. يقول لك قلت اهوجس مع نفسي، قلت الحين انا لو جاء ضيف رحت اتسلف علشان اعشيه ولا غديه، وهذه امي تقول اسدد واتردد. يقول وانا ارجع. يقول يوم دخلت البيت ويوم شافتني يقول والله تقعد تبكي. قالت والله اني داري قلبك ما راح يطاوعك، لكن يا ولدي ماني معطي. قال لا هاتيه. ويوم اخذ الفاتوره انتبهوا، ما قال هاتيه الله يعين ما فيه الا انا وثم يخرب العطيه، قال هاتيه وبيض الله وجهك، عطي الراس بس وابشر يوم يمتي، يبي يحلها الله ويبي يفرجها الله. ووسع صدر امه، ما خلى امه يضيق صدرها، وراح وسدد. يقول قعدت والله ما معي ولا ريال، يقسم بالله ما مضى عليه 24 ساعة إلا واحد من المشايخ وهم قاعدين يتعشون في مطعم ماريز. بعد هذا يقول كنا نتعشى هناك معزوم، يقول ما عرفت أكل ذاك اليوم من زين أكلهم. يقول جالس معهم، يقول الشيخ التفت لي قال أبو فلان شو أخبار الدين؟ قال والله بشرك بزود، كل ما له يزيد عياله ينقص. يقولوا يطلع شيك والله يكتب لي 50,000 ريال والله العظيم. يقول أنا أخذ الشيك وأطير من لحظتي الساعة 11 بالليل، أمي نايمة. يقول أطق الباب، تفتح لي من الباب وش بك بسم الله عليك؟ قال الله يسامحك يمه. قلت وش العلم؟ قال ما صارت الفاتورة 1000 ريال. هل 500 جابت 50، لو هي 1000 كان صارت 100,000. ولذلك ما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، فما بالك إذا صار مع أمك ولا مع أبوك. فيا أخواني تعاملوا مع الروح، ترى الروح حلوة وربي يحبها. اكرموها يكرمكم الله، ارحموها يرحمكم الله، عزوها يعزكم الله. أهينوها لن تجدوا من الله إلا ما فعلتم. أهينوها لن تجدوا من الله إلا ما فعلتم.